بيستخدموا الكحل لحماية عيونهم من الأمراض زي الرمد، وده اللي بتسببه الرياح والغبار والحشرات وانعكاسات الضوء. تعال مع بعض نعرف الكحل كانوا بيصنعوه ازاي. كشفت بردية إدوين سميث، وهي نص طب مصري قديم يعود تاريخه إلى الأسرات 16 و17، عن بعض تفاصيل صناعة الكحل. تم صناعة الكحل من المعادن مثل كبريتيت الرصاص وغيره من المعادن والأحجار. بعد كده بيتم خلط المكونات دي مع بعض عشان يحصلوا على كحل كويس للعيون. بردية إدوين سميث تعتبر هي أقدم أطروحة جراحية معروفة، وتحتوي على 48 حالة من الإصابات والكسور والجروح والخلع والأورام. البردية دي تعتبر فريدة من نوعها بين البرديات الطبية الرئيسية الأربعة اللي ما زالت باقية لليوم. كمان البردية دي بتقدم لنا نهجا علاجيا وعلميا للطب في مصر القديمة. أنواع الكحل: النوع الأول مسدوم ويلون باللون الأسود. النوع الثاني واج ويلون باللون الأخضر. تأثير الكحل على الثقافة المصرية القديمة: الكحل كان جزء من الثقافة المصرية وارتبط بالجمال والصحة. كانوا بيستخدموا كمان الكحل في الطقوس الدينية والاحتفالات. الكحل كانوا واخدينه رمز للحماية والوقاية من الأمراض، وسيظل الكحل جزء من التراث المصري القديم ويستمر في إلهام الناس حتى اليوم. الكحل في